بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ازيكم يا حبايبي اخواتي، أحلى متابعين في الدنيا، متابعين قناة أم آية وإسراء. يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة هنعمل مع بعض حاجة جميلة جدا بتخلي البيت كله بركة وريحة، وريحة الخبيز كده والفرن والعجن وكده في البيت، يعني ده بيدي بركة وخير أكتر. هنعمل مع بعض القرص الطرية بكل سهولة. عندي هنا عشان أعمل تيست الخميرة أو اختبار بحط حوالي كوباية لبن وعليها ده للكيلو دقيق، بس أنا عاملة كمية أكبر. كوباية لبن عليها كيس خميرة فورية، عليها 3 معالق سكر، وبقلبها وبغطيها بكيس كده وخليها على جنب. ده قبل ما اشتغل خالص. بجيب بقى الطبق عندي وبنخل الدقيق. المقادير اللي بقولها لكم يا حبايبي دي الكيلو دقيق. هنا عندي السمسم مش بحطه كده، انا محمصاه في معلقه سمنه بلدي، وهنا عندي السمنه البلدي. كيلو الدقيق الابيض عليه معلقه صغيره ملح، عليه معلقه صغيره بيكنج باودر، و2 معلقتين كبار سمسم، ومعلقه سمنه. ونحمص السمسم في السمنه دي، اللي في معلقه السمنه دي، عشان تدي ريحه حلوه. ودي كيس بيكنج باودر. طبعا انا بزود بعد كده عشان المقادير اللي معايا دي اكتر. انا بقول لكم على مقدار الكيلو واكتبه لكم في صندوق الوصف. بالنسبه بقى للسمنه، هي كوبايه سمنه، كوبايه الا ربع سمنه وربعها زيت، او ممكن يبقى الكوبايه كلها زيت. وانا عندي علبه اوريها لكم دلوقتي. هنا بقى زي بنقول بنبس الدقيق كده مع السمنه لحد ما يبقى زي حبوب الرمله معاكي. لازم كل حبايه في الدقيق تتغلف بالسمنه ويتشرب كله بالسمنه مع بعض. اهو بوريها لكم، يبقى عامل زي الرمل كده. طبعا الطبق ده ضيق معايا وانا مش عارفه اتحكم فيه. فبعد كده دي الخميره بقى اشتغلت معايا، اشتغلت يعني خمرت. انا ممكن احطها على الدقيق على طول، بس كده احسن ان انا اضمن ان هي تشتغل معايا، وان هي تكون يعني اتاكد ان هي حلوه يعني، ومش تبوظ لي العجين. اللبن بقى حسب كميه العجين اللي عندك، حسب كميه الدقيق. يا سلام بقى لو لبن رايب يبقى احسن واحسن. شايفين بقى يا حبايبي، نقلته في صينيه كبيره عشان يعني اعرف اعجن كويس اوي. اهم حاجه العجن حوالي ربع ساعه. بصراحه انا اتهدي حيلي يوميها وانا عماله اعجن كده بس كويس يعني. احسن حاجه عملتها ان انا نقلتها في الصينيه الواسعه دي، لان الطبق الستانلس اللي كنت بعمل فيه ما كانش هينفع ابدا ان اعجن واتحكم كده فيه. اهو لازم تعجني كده. يلا اهو بوريكم بقى العجينة ما شاء الله زي الملبن. كل ما تعجني بتطرى معاكي وبتبقى جميلة جدا. وانا كان عندي علبة فيها قشطة، كنت عاينة وش اللبن في الفريزر. هنا بوريكم بقى ايدي يعني ما فيهاش اي عجين ولا حاجة. خلاص لازم تعجني ربع ساعة كده لحد ما العجينة تبقى زي الملبن معاكي. حطيت بقى علبة القشطة دي على العجين، بيديها طراوة وطعم جميل جدا للقرص. هنا بقى بعد ما خمرت، طبعا غطيتها بكيس وبفوطة مطبخ. بعد ما خمرت بعجنها كده شوية تاني وبغطيها بالكيس عشان ما تشققش مني من الهوا، وعليها فوطة المطبخ. وبعدين بقطع بقى، يعني ما تكبرهاش قوي، تبقى قد حجم البيضة، ولازم يبقى كله قد بعض. تحاولي كده تخلي كل العجين كل المقاسات قد بعضها. اهو دي لقيتها اكبر شوية، شلت منها جزء. وطبعا حاجة للبيت يعني، مش هنبيعها ولا حاجة، ومش مهم المقاس وكده، بس كشكل يعني.
اما الحاجة تبقى مظبوطة وقد بعضها قطعت بقى العجينة كلها وبرضو مغطياها كده في فوط المطبخ عشان ما تشققش الهوا يخليها تشقق. وبعدين بنبططها كده، شايفين سمكها متبقاش تخينة أوي ولا رفيعة أوي عشان متتحرقش منك. طبعا أنا عاملة كمية بقى عشان أنا بحب أما بعمل حاجة وريحتها تبقى طالعة كده لازم يعني إيه أدي يا حماتي معايا ربنا يديها الصحة، وسلفتي معانا برضو، وأدي لإخواتي، وأدي يعني كل حبايبي، كل اللي يشم ريحة الحاجة لازم يدوق منها. أنا متعودة على كده، أعمل أي حاجة حتى محشي حتى أي حاجة ليها ريحة كده جامدة لازم ندي منها. والله أنا بحلف يعني كل اللي ده من القرصة دي بيقولوا لي إمتى تنزليها بقى عشان نشوف الطريقة بتاعتها ونعمل بنفس المقادير بتاعتها ونعمل زيها. عجبتهم جدا جدا. طبعا بنبططها كده بقى، بترصيها في السجان مش مدهونة لأن هي ما شاء الله يعني نسبة السمنة اللي فيها والقشطة وكده، فمش محتاجة ان انت تدهني السجان تحت حاجة. هنا بسويها بقى مولعة الفرن تحت من تحت والشواية من فوق، بس الشواية عايزة اجيب لكم الشواية بس معرفتش اجيبها بالكاميرا. الشواية تبقى مش مولعاها يعني عالية، تبقى بطيئة. شايفين بقى بقطعها لكم، شايفينها مورقة وجميلة ازاي. والله يا حبايبي دي بعد حوالي 4 أيام. انا صممت ان انا اوريها لكم بعد 4 أيام كده عشان تشوفوها ان هي قاعدة وما نشفتش ولا حاجة وطرية وجميلة زي ما هي. يعني انا لو صورتها وهي لسه سخنة كان يعني كانت ملبن خالص، ودلوقتي برضو ملبن وطرية جدا جدا. يا ريت تجربوا بنفس الطريقة دي كده وتقولوا لي على رأيكم في الكومنتات. وعلى المقادير بتاعة الكيلو دقيق انا هكتبها لكم في صندوق الوصف. واللي عايز يضاعف الكمية يعني تعملي 2 كيلو دقيق